عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما اتعودتم معكم مروة من قناة سوبر مروة وزهرة. النهاردة جاية اوريكم هدايا عيد الام اللي جابوها لي اولادي. ما شاء الله الاربعة. طبعا هبدأ بهدية لوجي. كل سنة وكل ام طيبة، وكل سنة وكل حما طيبة. ربنا يخليكم لينا ويطول لنا في عمركم. وطبعا كل ام توفت او حد فقد امه بقول لكم هاتوا لها هديتها وهي متوفية. في يعني عبارة عن صدقة جارية ان شاء الله تكون في ميزان حسناتها. ان شاء الله هي في مكان احسن من اللي احنا فيه. ربنا يرحم الناس كلها يومين وكلنا رايحين لهم، لان الدنيا صغيرة يا جماعة. هي يومين وكلنا رايحين عندهم ان شاء الله. ربنا يرحمهم برحمته. النهاردة بقى جاية اوريكم الهدايا اللي عيالي جابوها لي. هبدأ بهدية لوجي بنوتي الصغننة، لان هي احلى هدية جات لي بجد في الهدايا دي كلها. وبعدين اوريكم بقى الهدايا الحلوه الكبيره اللي هي مصروف عليها يعني او متكلفه. لكن هوريكم هديه لوجي الاول، البنوتات الجميله الصغننه اللي على قدها. جابت لي ايه لوجي؟ جابت لي الفلاور دي كده زي ما انتم شايفين، وجابت لي باكيت الشوكولاته ده. طبعا لوجي ما شاء الله عندها 3 سنين فبتعرف ان هي تتكلم. يعني الولاد سالوها نجيب لها ايه، نجيبوا ايه لماما هديه يا لوجي. طبعا هي صغننه فقالت لهم اللي هي تعرف، وقالت لهم نجيب لها ورده ونجيب لها شوكولاته عشان هي بتحب الشوكولاته، لان انا فعلا بحب الشوكولاته جدا. فدي هديه لوجي. زي ما انتم شايفين اهي، شوكولاته وفلاور. بعدين هاجي اوريكم ايه بقى، هوريكم بقيه الهدايا اللي جات لي من بناتي. طبعا يا جماعه عايزه اقول لكم ان العيل الحنين فعلا رزق ربنا يخليهم ليا. اللي ما خلفش بنوته ما ضقش يعني ما دقش طعم الحلويات فعلا. بنات حنينه جدا جدا جدا. واحيانا الصبيان برضو، لكن البنات بتبقى احن بكتير. زي ما انتم شايفين بقى انا بنوتي جابت لي اهي. بنوتي الكبيره جابت لي الفلاته دي، هي خفيفه وطريه وجميله. وطبعا اللون بتاعها اللي هو اللون الجنزاري ده نازل موضه جدا. بيمشي على لبس كتير، وكمان انا عندي حاجات كتير محتاجه اللون ده. طبعا على الجينز كمان بيبقى حلو قوي. اهي زي ما انتم شايفين كده الفلاته دي اهي. عايزه اقول لكم ان احنا بقالنا يومين هم عطوني الهديه، وانا ما صورتش الفيديو غير لما استقريت، لان كان في مشكله في المقاسات. فرايحين جايين على محل الاحذيه، هم كلهم جابوا لي حاجات يعني زي كده. هوريكم بقيه الاشكال اللي هم جابوها لي. دي حبيبه اللي جابتها لي اهي الفلاته دي. تمام. طبعا ما رضوش يقولوا لي اسعار، لكن هم بقى جابوها بفلوسهم اللي هم محوشينها مصروفهم وكده على قدهم يعني. بصوا كده كمان ده كده الكوتشي ده كده اهو، لونه ابيض وداخل فيه اللي هي رسومات الجينز كده. جابتهولي حنين بنوتي الوسطانيه اهي كده. كانوا بقى طبعا كل موديل زي ما انتم عارفين بيبقى فيه مقاس، يعني بيبقى فيه قالب يمشي مع رجلك وقالب لا. فطبعا الاشكال عجبتني جدا. انا ما غيرتش الاشكال لان انا بصراحه بتحرج جدا من الناس اللي هي بستغرب كمان منهم قوي، الناس اللي هم بيجيلهم هدايا الامهات بقى والحموات، وبعدين يبداوا ان هم يروحوا يعني ما تعجبهمش. ويعني انا شايفه ان الهديه دي بتبقى الذوق اللي جايبها فخلاص اوكي. هي حلوه يعني ايا كانت بقى عجباني مش عجباني هي مقبوله منه. لكن احنا ممكن نبدل ايه، نبدل المقاس مثلا على اساس ان هي حاجه نستخدمها ما تبقاش مركونه. مقاس اصغر من بتاعي او مقاس اكبر من مقاسي، فلازم طبعا ان انا اظبط المقاس. دي حاجه انا مليون في المية مظبوط ان هي تتعمل. شفتوا بقى ده كده اللي جابتهولي حنين بنوتي الوسطانيه الكوتشي ده. مرضوش طبعا يقولوا لي الاسعار، لكن هي الحاجات عجبتني جدا والله وحاجات قيمه. وزي ما قلت لكم قبل كده في فيديوهات كتير دايما الهدايا بتكون حلوه بان حد افتكرك، مش حد ان هو عطاك كام. لازم يكون الهديه يعني التقدير فيها ما يبقاش بكميتها، ولكن بالمعنويه اللي فيها، ان هي حد افتكرك وخد من تفكيره وقته وفلوسه ان هو يبدا ان هو يروح يفرحك. تمام. هوريكم بقى الهديه اللي جابها لي عمار. طبعا هو ايه، طبعا عمار اللي هو بياخد الشورى كلها من البنات، لان طبعا هم اكبر منه كمان بيفهموا عنه في الحاجات دي.
فطبعا هتجيبوا ايه؟ هنجيب شوزات وهنجيب كوتشي، فطبعا جاب زيهم. انا مدمنه كوتشيات ومدمنه شنط بطريقه غير عاديه. لو عايزين فعلا تفرحوني، هم عارفين عايزين يفرحوني، او اي حد عايز يفرحني من اخواتي بيجيب لي شوز او شنطه، لان انا فعلا بحب الحاجات دي جدا وبحب اشوفها كتير عندي. يعني بحب اشوفها بكميه عندي، حتى لو مش بستخدمهم كلهم بحب اشوفهم بكميه عندي، لان بيعجبني قوي الحاجات الجلد دي والحاجات الجينز وكده والفلاتات وكده. زي ما انتم شايفين بقى، عمار جاب لي الكوتشي ده اهو، اهو كده. ده طبعا لونه كافيه وليه كده بني غامق. برضو ليه لبسه، انا بحب الدرجه دي قوي، لان هي بتمشي على الجينز وبتمشي بقى على البنيات، وممكن ادخلها مع الاسود. لو لابسه حاجه فيها كافيه مع اسود وكده، فانا بعرف اشغلها واوزعها كويس يعني قوي. اهو زي ما انتم شايفين، ده اللي جابهولي عمار. طبعا هي دي الهدايا بتاعتهم اللي جابوها لي النهارده. جابوا لي بقى كروت معايده كتير مكتوب عليها كل سنه وانت طيبه يا مامي، وبحبك يا مامي، وهكذا. يعني انا بجد مبسوطه جدا من الهدايا اللي هم جابوها لي. والله لو كانوا جابوا لي ورده كنت هبقى مبسوطه. عايزه اقول لكم ان هم لما بيدخلوا عليا وجايبين لي معاهم شهاده تقدير لاي ماده هم تفوقوا فيها، انا ببقى مبسوطه جدا وحاسه ان دي هديتي بجد. عايزه اقول لكم ان انا لما بشتري حاجه ليهم، تي شيرت، بنطلون، كوتشي، اي حتى لو حزام، ببقى فرحانه جدا وببقى حاسه ان انا مبسوطه اكتر من الحاجات اللي جات لي دي. يعني ببقى جايبه لهم الحاجه وانا حاسه ان انا جايباها لنفسي، ببقى فرحانه اكتر من الحاجه اللي بتيجي لنفسي او بشتريها لنفسي. فربنا يخليهم ليا يا رب، ويخلي لكم اولادكم. عايزه اقول لكم كل حد عنده ام مخصمها، كل حد عنده ام مقاطعها، كل حد عنده حما يعني متجنبها. الهديه صدقوني بتحبب الناس فيكوا قوي. الرسول عليه السلام قال تهادوا تحابوا. فعلا الهدايا بتعمل كده نوع من الحنية او المعاملة الحلوة او الود الحلو بين الناس وبعضها. حتى لو حاجة مش قيمة، انزلي بسرعة روحي هاتي هدية لمامتك، انزلي بسرعة بسرعة بسرعة. زي ما هتجيبي هدية لمامتك تجيبي هدية لحماتك، عشان الحما الأم تانية، ودعوة الحما مستجابة، فخدي منها دعوة حلوة. هما الخير والبركة. الدعوة الحلوة اللي هتاخديها منها دي عشان خاطر ربنا وهتنفعك. وكمان فعلا فعلا والله بجد يعني حبي جوزك في حماتك. لو بتحبي جوزك حبيه في حماتك. حب الحما بيبقى جزء كبير من حبك لزوجك لو بتحبي زوجك. فطبعا ما تنسوش تجيبوا هدية الحما مع الأم إن شاء الله. وكل واحد بقى يشوف هو ايه اللي يناسبه. الأسعار غالية جدا. الناس كانت بتجيب دهب، بعدين الذهب غالي جدا والاسعار غلت، بقت الناس بتروح على الملابس والفورير والبلطو وهكذا. طبعا برضو الاسعار دي غلت. ناس بتروح على المفروشات، تروح على الاحذيه. حاليا الناس 90% منها بتروح على الكوبايات والمعالق وهكذا. هي حاجات حلوة والله وكتر خير اللي بيجيب. لكن ده نتيجة المستوى الاجتماعي اللي احنا بقينا عايشين فيه، ومستوى الأسعار اللي احنا بقينا بنتعرض له. ان احنا حتى الهدية ما بقيناش عارفين نجيبها زي زمان، حلوة كده وغالية وقيمة. فالحمد لله على كل حال، كتر خير اللي بيجيب. واي حاجة بتيجي حلوة قولي لي رأيكم في التعليقات على الهدايا اللي جابوها لي الاولاد. اهو ده عمار، دي حنين، قولوا لي انه هديه احلى من التانية. ودي حبيبه اهي، الفلاته بتاعت حبيبه. تمام. وطبعا الهديه الاولانيه خالص اللي انا وريتها لكم، اوعوا تنسوا تقولي لي رايكم فيها، عشان دي احلى هديه ليا من بنوتي لوجي اهي. فان شاء الله باذن الله كده اشوف تعليقاتكم وتفرحني. وكل سنه وكل ام طيبه، وكل سنه وكل حما طيبه. طبعا زي ما اتعودتوا بقى معانا، ما تنسوش اللايك والشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. محتاجه ان انا اوصل القناه ل100,000 مشترك واخد درع اليوتيوب. صدقوني هيفرق معايا كتير. الناس اللي بتحبني، الناس اللي عايزه تدعمني دايما، يا ريت تدعموني بالمشاهده، حتى لو للفيديوهات القديمه. لو لفت نظركم حاجه ارجعوا لها تاني. طبعا انا بحاول ان انا الفتره اللي فاتت دي اقدم محتوى يعني ينفعكم فعلا في اعاده تدوير، وفي وصفات لحاجات كتير موجوده في البيت. فيا رب يكون المحتوى كله بيعجبكم. استنوني فيديوهات تانية كتير، هعمل لكم جولات حلوه قوي. الفيديو ده معرفش هينزل امتى، لكن
ان شاء الله باذن الله ينزل في ميعاد كويس ويفرحكم كده. طبعا هعمل بث مباشر للناس اللي طلبوا مني بث مباشر، هعمله قريب باذن الله. لكن مش عارفه هيبقى الساعه كام، لان انا مش عندي واي فاي في البيت. فطبعا لما بعرف اوصل لواي فاي بعمل لكم بث مباشر على طول. كانت معكم مروه من قناه سوبر مروه وزهره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.